ونادي على النائب السيد بن لكحل عبد الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني المحترم، السادة الوزراء الأفاضل، السيد وزير العدل حافظ الأختام، زملاء النواب، زميلات النواب، كل باسمه الخاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنيعة تحدثكم. معالي الوزير الفاضل، أولا هنيئا لك تنصيبك على رأس وزارة سيادية تقوم عليها الأمم والحضارات، وأنا أستشرف لك بإذن الله تعالى قرارات جريئة على خطى السيد رئيس الجمهورية، موفق بإذن الله تعالى. ولعلي أغتنم هذه الفرصة الكريمة لأطرح على سعادتكم بعض الانشغالات العامة والخاصة. أول نقطة وهي تقريب المساجين من المؤسسات العقابية ببلدانهم أو بالبلدان القريبة من أو بالمؤسسات العقابية القريبة من بلدانهم. معالي الوزير، أحيانا كثيرا عندما نسلط العقوبة على المسجون فإننا نسلطها في الحقيقة على والديه. كثيرة هي الصور المشينة التي نراها أمام المحاكم الدولة الجزائرية، ونحن نرى الوالدين تحت حرارة الشمس أو البرد القارس ينتظرون الدخول إلى المحكمة. ثق يقينا أنه مهما أجرم الأبناء سيبقى حبهم في قلوب الوالدين ما دامت الدنيا قائمة. ولعل في القرآن خير دليل. اسمع معي الوزير والسادة النواب هذه الآية التي تفوح منها محبة الوالدين. سيدنا نوح عليه السلام وهو مؤمن عندما فارت النور وطغت الأمواج على الأرض وكان ابنه كافرا، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. مهما فعل الأبناء سيبقى حبهم، وبالتالي ما دمت دخلت التاريخ بأنك أصغر وزير للعدالة في الجزائر، فلو اتخذت هذا الإجراء أو هذا القرار جريء ستدخل قلوبنا وقلوب كل الجزائريين. والله لم ير الشيء الذي يجعل الجزائر واقفة أنها تهتم بالفئات الهشة، فما بالكم عندما تهتم في قطاع العدالة بالوالدين. رجاء تدخلكم معي الوزير وسيبقى لكم الأجر إلى يوم القيامة. أميل بك معي الوزير إلى نقطة مهمة في ولاية المنيعة، وهي المجلس القضائي المتنقل. أقرت وزارتكم الفاضلة مجلسا قضائي متنقل ينتقل من الولاية الأم غرداية إلى المنيعة، نظرا لطول الطريق بيننا وبينهم 600 كيلومتر ذهابا، هذه الطريق التي تحدث فيها الحوادث المميتة يوميا. نعم، هذا انشغال نشكركم، قرار نشكر وزارة العدل عليه، لكن لا زالت بعض الملفات عالقة، خاصة ملفات محكمة الجنايات. أرجو أن تضم ملفاتها إلى هذا المجلس القضائي المتنقل. وأميل بك إلى نقطة أخرى معالي الوزير. أقرت الدولة الجزائرية ممثل في السيد رئيس الجمهورية حفظه الله مجلسا قضائي بولاية المنيعة والولايات العشر بصفة عامة، لكن على ولاية المنيعة هذا المجلس منذ أن أقرته الدولة منذ 2 أو 3 دراسة وإنجازا وتجهيزا لحد الآن لم يرى النور. فليكن على أيديكم، وسيكون لكم إن شاء الله شرف وضع حجر أساسه، ويكون الأجر لكم إلى يوم القيامة. ولعلي أميل بك إلى نقطة أخرى. محكمة المنيعة معالي الوزير ارتقت إلى دائرة مع وهران في أواخر الخمسينيات، وأنجزت في ولاية المنيعة منذ 70 القرن الماضي. تخيل معي، وهي من أوائل المحاكم في الجنوب. تخيل معي الوزير، منذ 70 لم تحظى بتهيئة أو توسعة بنيت لفئة قليلة من سكان المنيعة. اليوم صار سكان المنيعة بالآلاف، بلغ 80,000. لا زالت مكاتبها ضيقة، ولا زالت قاعة الجلسات ضيقة، ولا زال المواطنون، لك أن تتخيل معي هذا الموقف، المواطنون واقفون في داخل الجلسة وخارجها، والموظفون وفي غرف ضيقة. حقا هي محكمة لا تشرف قطاع العدالة معالي الوزير، والدراسة موجودة على مستوى وزارتكم الفاضلة، لا ينقصها إلا أن يكون لكم دفع بإذن الله تعالى ليكون لها التهيئة. الطبيب الشرعي معالي الوزير، نعاني في ولاية المنيعة من عدم وجود الطبيب الشرعي. قد راسلت من ذي قبل وزير الصحة، لكن ذكر أنه لا يمكن تجسيد الطبيب الشرعي لأن هذا الاختصاص من الاختصاصات نادرة. لكن أنا أرجو وألتمس من شخصكم الكريم أن يكون لكم تدخل مع السيد وزير الصحة لتجدوا آلية في تبسيط الشروط التي ترتقي الطبيب العام إلى أن يكون طبيبا شرعي. والدولة تخسر كثير من الأموال على مستوى محكمة المنيعة، كثيرا ما يحتاج القضاة إلى طبيب شرعي، فيعدون لهذا سيارات أمن وسيارات إسعاف ورجال أمن
من أجل التنقل آلاف الكيلومترات لطبيب شرعي، فأرجو تدخلكم بتوسيط هذا الأمر. معالي الوزير، شدني في دردشتك قبل أن ندخل القاعة، ذكرت شيئا جميلا، قلت أنه كانت لك جلسة مع القضاة وتناولت معهم الغداء، هذا ينم عن قائد وليس مسؤول. إذا امتلكت القلوب غيرت في سلك القضاة كما تريد. هنيئا لك، أستشرف لك إن شاء الله مستقبلا زاهلا على قطاع العدالة. تحياتي الخالصة من ولاية المنيا. شكرا، بارك الله فيك.